من مدينة نيويورك نقولها المنتخب المغربي مرشح للتتويج بكأس العالم. ماذا لو التقى المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ أو ماذا إذا التقى المنتخب المصري بالمنتخب المغربي أو الجزائري؟ سنشاهد منافسة قوية جدا هنا في بطولة كأس العالم. الحقيقة تقال بأن فقط النضج لدى المنتخب المغربي عدى بقية المنتخبات. القيمة للاعب المصري لا تقل عن اللاعب المغربي ولا اللاعب الجزائري أيضا، ولكن العقلية يبدو أن المنتخب المغربي أصبحت العقلية ناضجة للمنافسة والذهاب بعيدا في بطولة كأس العالم هنا في 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية. إذا المنتخب المغربي سينصدم بهولندا. إذا عبر سنقول المنتخب المغربي إلى التتويج ببطولة كأس العالم. اليوم المنتخب المصري يحتفل وبجنون بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا ممثل قارة يوغونيسيا، قارة جزيرة بسيطة لا تعرف حتى كرة القدم. منتخب الجزائري بعد ما حققوا في كأس العالم 2014 غاب المنتخب الجزائري وتذبذب. بقي المنتخب المغربي الذي يشرفنا هنا في المحافل العالمية. المنتخب المغربي يقدم نموذج للكرة العالمية الحديثة. الآن السؤال هو: هل في حال تخطت المغرب عقبة هولندا في الدور القادم هل ستتوج بلقب بطولة العالم هنا في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية؟ والسؤال الأبرز أيضا: ماذا لو التقت مصر بالمغرب؟ أو ماذا إذا التقت المغرب بالجزائر؟ الجماهير الجزائرية متخوفة من منتخب النمسا. كيف تريدون أن تنافسوا على لقب بطولة كأس العالم أو الذهاب بينما منتخب أوروبي عادي؟ المغرب لم يعد يحسب حساب لا لهولندا ولا للبرازيل ولا للأرجنتين، أصبح في مكان مختلف. كيف لمنتخب مصر أن يعد العدة وحسابات على منتخب إيران الذي لا يملك في هذه المنافسة إلا أن يلعب كرة القدم، لا دوري ولا إعداد وليس لديه أي إمكانيات. منتخب مصر لديه كل الإمكانيات ولكن العقلية انهزامية مع الأسف، والجمهور المصري يضغط بشكل كبير. هنا جماهير كأس العالم من كل مكان متواجدة هنا. تحية للمنتخب المغربي والمصري والجزائري، وعلى أمل أن تكون المرحلة القادمة هي عربية، وإن شاء الله نشاهد المنتخبات العربية الثلاثة في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم. من هو المنتخب العربي الأقوى هنا في كأس العالم أمريكا 2026؟ هل هو المنتخب المغربي الذي سيواجه الطواحين الهولندية في الدور التالي، أم المنتخب الجزائري الذي مني بهزيمة قاسية أمام المنتخب الأرجنتين في الافتتاح، معذور ليونيل ميسي والرفاق أبطال العالم، أم أنه المنتخب المصري الذي أبلى بلاء حسنا في المباراة الأولى أمام بلجيكا وأكمل في المباراة الثانية وفاز الفوز الأول بالتاريخ على نيوزيلندا؟ من هو المنتخب العربي الأفضل حاليا في كأس العالم؟ الجزائر، المغرب، مصر؟ من الأراضي الأمريكية منافسة عربية بين الجزائر ومصر والمغرب في بطولة كأس العالم. المغرب تواصل الإنجاز والإعجاز، سلسلة انتصارات متتالية وبدون أي هزيمة بعد التتويج بلقب القارة الأفريقية، ليصبح المنتخب العربي الوحيد بل المنتخب الرياضي عبر التاريخ الذي لم يمن بأي هزيمة. منتخب مصر حقق أول الانتصارات التاريخية له في كأس العالم. الجزائر منيت بهزيمة قاسية أمام الرفاق ميسي والرفاق معذورين إنه ميسي وأبطال العالم الأرجنتين. لكن في الأدوار القادمة من سيثبت أنه زعيم الكرة العربية ويزاحم الكبار؟ هل هو المنتخب الجزائري؟ هل هو المنتخب المغربي الذي سيلتقي بالطواحين الهولندية؟ أم أن محمد صلاح والمنتخب المصري سوف يحققون ما لم يتوقعه الشعب والجمهور المصري العريق؟ منافسة شرسة ستكون بين هذه المنتخبات لإثبات الهيمنة العربية والإفريقية، والتساؤلات عديدة. ماذا لو التقى المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري؟ ماذا لو التقى الجزائر بمصر؟ ماذا لو التقت مصر بالمغرب؟ وهكذا. كيف ستكون المنافسة؟ ومن هي العقليات الأكثر نضوجا؟ هل أصبح عقلية المنتخب المغربي فقط هي الأكثر نضوج؟ هل وحده المنتخب المصري يمكن أن يصنع الفارق هنا في بطولة كأس العالم 2026 هنا في الولايات المتحدة الأمريكية؟